شوف الحركه، شوف الحيويه. محلول معالجه جفاف 23%، تاخده وترجعه لصاحبه على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما عملت القناه كنت متخيل ان انا هعمل دورتين او 3 دورات على اساس ان انا اعلم الناس ازاي بس تعرف تربي الفراخ. قلت خلاص هما دورتين 3 وبعد كده مش محتاج ان انا انزل فيديوهات ولا حاجه، وهيبقى الناس كده عرفت الدنيا ماشيه ازاي. لكن بطبيعه الحال اللي لقيته ان لا، ما ينفعش، لازم كل فتره تنزل دورات، لان السنه بتتغير، عندك صيف وعندك شتاء، عندك خريف، عندك ربيع. ده غير كده كمان ان مع الوقت كل سنه بتيجي الجو بيختلف عن السنه اللي قبله. يعني متوقع مثلا ان الشتاء اللي جاي ده هيبقى اصعب بكتير جدا من السنين اللي فاتت، ونظام التربية لازم يتغير مع تغيرات الوقت على مدار السنة. وبناء عليه يبقى لازم ان احنا نكون مستمرين مع الناس، ان احنا نعمل دورات نعلم الناس ازاي تشتغل وازاي تربي فراخ باذن الله. لان ناس كتير جدا برضه بعتت تقول لنا انتوا ازاي بتجيبوا الفرخ على 35 يوم 2 كيلو ونص و3 كيلو؟ ده الكلام ده ما بيحصلش معانا. لازم نعمل دورة فراخ في اواخر شهر 11 ان شاء الله، الفترة اللي هي اصعب فترة في التربية طول السنة. لان الفتره دي بتبقى عباره عن هواء، تغيرات في الجو كل شويه، ما انتش عارف الجو، الهواء قايم من القبلي لا قايم من البحري، ما انتش عارف تلم لا تقفل لا تفتح، مش عارف تعمل ايه مع الفراخ بالظبط. لو لميت بتلاقي الدنيا جوه عرقت ورطبت والفراخ اتبهدلت معاك، لو فتحت هتلاقي الفراخ خدت منك برد، لان في نسمه هواء شديده جدا بره. انا هعمل ايه؟ لذلك ان شاء الله يا جماعه النهارده اليوم الاول في الدورة بتاعتنا في نهاية شهر 11 بإذن الله، هتكمل معانا من نهاية شهر 11 لنهاية شهر 12 إن شاء الله. وإزاي نطلع الفراخ في نهاية الدورة ديت 2 كيلو ونص و3 كيلو على 35 يوم بإذن الله. فلو وصل بيك الجنون لا مؤاخذة إنك تجيب فراخ في التوقيت ده، يبقى الدورة دي إن شاء الله تتابعني فيها عشان تستفاد. اعمل بقى لايك للفيديو، ولو ما كنتش متابع تابعنا، اعمل اشتراك عشان ان شاء الله تستفاد بالفيديوهات اللي جايه بتاعت الدوره دي كلها. زي ما قلنا النهارده اول يوم في تنزيل الفراخ بتاعتنا. النهارده يوم الاستقبال العالمي. جاي لك ضيف ظريف خفيف لطيف صغير، لازم تهتم بيه، لازم تظبط له المكان وتظبط له الجو اللي تخلي الفراخ عندك اللي هي الكتاكيت لما تيجي اول يوم تدخل تنتشر على طول في المكان، ما تقعدش ولا تلم على بعضها. يبقى اول حاجه رقم واحد قبل ما اجيب الكتاكيت، قبل ما اروح للبيطري او اروح للموزع اجيب منه الكتاكيت، اعمل ايه؟ اظبط المكان عندي من قبلها بالليل. يبقى انا هروح الصبح بدري، هروح للبيطري او للموزع هقول له انا عاوز 30 40 50 100 اللي انت عاوزه، تمام. لازم اكون مظبط ومجهز المكان قبلها بالليل. هعمل ايه؟ بفرش النشاره بتاعتي بارتفاع 10 سم. النشاره بتاعتي هيكون ارتفاعها 10 سم. الكلام اللي كنا بنقوله في الصيف يا جماعه خلاص هنلغيه. حته ان النشاره يكون ارتفاعها 5 سم بس ما عادش ينفع الكلام ده. ارتفاع النشاره معايا هيبقى 10 سم. الحاجه التانيه ان احنا زي ما قلنا في جو في لخبطه، في بروده الى حد ما، طبعا مش زي الشتاء، لكن درجه الحراره بتنزل معايا ل 20 25. يبقى لازم احط لمبه حمراء 200 على الاقل، لمبه واحده في المكان. الدوره دي ان شاء الله هتبقى في حدود متوسط 30 فرخ 40 فرخ لحد ال 50 اللي هي الكميات البسيطه، تمام. طبعا نفس الكلام ينفع يمشي على كميات اكبر لحد ال 1000 وال 2000 زي ما انت عاوز، لكن بتبقى كميات الادويه اللي هنحطها طول الدوره، المعالف والمسائي، بتبقى اكتر من اللي احنا هنشتغل بيه. فيبقى رقم واحد في تجهيزات المكان بتاعتك اللي انت تكون مجهزها للكتاكيت قبل ما تيجي من قبلها بيوم من بالليل، ان انت تكون عامل ارتفاع النشاره 10 سم. رقم اتنين، تولع لمبة حمراء 200، تخلي ارتفاع اللمبة على الأقل متر متر ونص، تمام كده، متر متر ونص، عشان تبقى فوق الفراخ بشوية إنها تدفي معاك الفراخ. طيب انت عملت اللمبة الحمراء ديت عشان تدفي عندك المكان وتدفي الفراخ من بالليل. طيب ايه تاني انا محتاجه؟ رقم 3، ودي حاجة مهمة جدا لازم يا صديقي تاخد بالك منها، انك مع الدفا تعمل اضاءة. يعني في ناس دايما تقوم قايل لك ايه، طيب انت عاوز دفا ماشي، يقوم عامل لك اللمبة الحمراء ال 200 فوق دماغ الفراخ على طول عشان تدفي الفراخ. طيب في اي اضاءات تانية في المكان؟ لا مفيش. طب ما انت كده حددت الاضاءة بتاعت اللمبة الحمراء ديت يا دوبك على قد الحيز اللي تحتها بالظبط، اللي هو ايه، المكان بتاع الفراخ بس.
فاصبح المكان ضلمه، وانا محتاج الاسبوع الاولاني او ال10 ايام الاولانيين ان الفراخ يا صديقي تتحرك معايا وتنتشر في المكان، لان هي لا تعرف يعني ايه علف ولا تعرف يعني ايه ميه. فانا لما بعمل اضاءه عاليه مع الدفا بنبه الفراخ للعلف وللميه. تمام. يبقى رقم 3 محتاج لمبه كمان فوق، اللي هي لمبه السقف بتاع الغرفه، تبقى لمبه بيضاء عاديه عشان تعمل معاك اضاءه مع اللمبه الحمراء. كده انا جهزت كل حاجه من بالليل. عندي اللمبه الحمراء ولا عشان تعمل دفا، عندي لمبه بيضاء على ارتفاع عالي عشان تعمل اضاءه، وعندي النشاره بتاعتي ارتفاعها معايا 10 سم، والكلام ده جاهز من بالليل. تاني يوم الصبح، اليوم اللي انت هتروح تجيب فيه الكتاكيت من عند الموزع، تقوم جايب العلف بتاعك وتحطه. تمام. ولما تيجي تحط العلف ما تحطش كميات علف كبيرة، دي بلوى سودا، الناس بتعمل مشاكل هي اللي بتضر نفسها بنفسها. الكتكوت اللي لسه جاي ده لا يعرف يعني ايه اكل ولا يعرف يعني ايه ميه، سحبه في العلف بيبقى ضعيف جدا. فانت لما تيجي تحط العلف هتحط كميات علف قليله جدا جدا عشان الكتكوت يخلص العلف، ولما يخلصوا العلف نصبر عليهم شويه ونرجع ندي علف تاني. لكن فكره انك تملى العلافه علف بكميه كبيره والطير اصلا مش هيسحب معاك علف كتير في الاول، انت كده اللي بتضر الفرخ بتاعك وانت اللي بتعمل سموم. الحاجة التانية بتجيب السقاية وبتجهزها، وبتجيب كيسين محلول معالجة جفاف. كيسين محلول معالجة جفاف. هتجيب يا عزيزي كيسين المحلول معالجة الجفاف وتفضيهم على السقاية ال2 لتر الصغيرة اللي هي دي اللي انت مجهزها دي، وتقلب كويس جدا كيسين المحلول وتنزلهم تجهزهم في المكان للفراخ قبل ما الكتاكيت تيجي. يبقى انا من بالليل كنت مجهز اللمبه الحمراء ولع عشان تظبط معايا دفع على الاقل 33 32، لانه المفروض يبقى 34 اول يوم و35 عادي. مولع كمان لمبه بيضه للاضاءه عشان الكتاكيت لما تيجي تبقى شايفه كويس. النشاره بتاعتي ارتفاعها 10 سم. تاني يوم، اليوم اللي هو هجيب فيه الكتاكيت، بحط العلف بتاعي العلافه فيها كميه علف قليله مش كتير، وبحط محلول معالجه جفاف، كيسين محلول معالجه جفاف على سقايه الميه اللي هي ال2 لتر. وبكده انا جهزت المكان لاستقبال الضيف العزيز بتاعي اول ما يجي ان شاء الله. اول ما يجي هنزله على طول في المكان، لان المكان عندي دافي وجاهز من بالليل. طبعا العلف اللي هنحطه علف تسمين سمسم 23%، بادي تسمين 23%. ايا كان نوع الشقاره انا ما عنديش مشكله، ايا كان نوع العلف اللي انت هتمشي عليه، المهم انه يكون علف ثقه وانت عارف من الناس حواليك او مجربه قبل كده ان العلف ده كويس. 23% زي ما انتم شايفين قدامكم كده. جبنا خلاص الفراخ من عند الموزع، بنقوم منزلين الفراخ بتاعتنا كلها على النشاره، نسيبها تتحرك وتجري زي ما انتم شايفين. بنقف بقى دقيقتين كده نلاحظ الفراخ بتاعتنا، الكتاكيت بتاعتنا دي اول ما بتيجي، لو لقينا ان الكتاكيت بتجري وبتلعب زي ما ظاهر قدامكم كده في الفيديو، تعرف حاجتين مهمين قوي لازم تفهم الحته دي. رقم واحد، ان انت كده برنس ما شاء الله مظبط الدنيا ومظبط الدفا بتاعك تمام، الفرشه بتاعتك تمام، لذلك اول ما الكتاكيت نزلت جرت في المكان وانتشرت. رقم 2، انت كده بتتابع الكتكوت نفسه، بتعرف الكتكوت فيه مشكله ولا لا. يعني انت الاول ما بتنزل الكتاكيت على الارض، لو في كتكوت في عنده مشاكل، كتكوت واقف راكن مبلط على الارض ما بيجريش ما بيتحركش، الكلام ده يبقى فيه عيب في الكتكوت نفسه، يبقى الكتكوت ده يستحسن تاخده وترجعه لصاحبه على طول. تمام كده. يبقى انت بتعرف ان انت مكانك تمام، الدفا بتاعك تمام، الفرشه بتاعتك تمام. اول ما الكتكوت بتاعك ينزل يجري على الارض وينتشر، بتعرف كمان ان الكتاكيت نفسها كتاكيت كويسه، لان الكتاكيت نزلت وانتشرت على طول. تعالوا بقى نعمل حاجه هتزعل مننا موزعين الفراخ، ما تزعلوش مننا يا جماعه، المهم ان الناس تستفاد. هنعمل حاجه تعرفكم الكتكوت ده وانت لسه جايبه من مكانه كتكوت كويس ولا الكتكوت مش كويس، بلاش ان انت تاخده. بتمسك الكتكوت زي ما انا ماسكه كده، بتبص في عين الكتكوت، لازم عين الكتكوت تكون بتلمع، مفيش عمص، العين مش مقفولة، شكل العين حلو، شكل الكتكوت كويس، مفيش افرازات من العين ولا من الانف. تمام. بتمسك الكتكوت تضغط عليه بالراحة كده، لازم يكون طري مش معضم. الحاجة التانية، تقلب الكتكوت وتبص على بطنه من تحت من عند الصرار، يكون بيضة مختومة زي ما انت شايف كده، الريش طالع فيها، لا تبقى زرقاء ولا تبقى غامقة
ولا يبقى طالع الصرار منها ولا الكلام ده كله. حاجه اخيره ان انت بتقلب الكتكوت على ظهره، ساعه ما تقلب الكتكوت تلاقيه ثواني كده وعدل نفسه وقام، يبقى كده الحيويه بتاعته تمام. يبقى انت كده بتعرف ان الكتكوت بتاعك ده كتكوت كويس ان شاء الله، ده ينفع تشيله من مكانه. لكن لو ما عملش معاك كده، لو لقيت في اي مشاكل في الحاجات اللي انا قلتها دي، احسن تسيبه مكانه. تمام. الكتكوت النهارده غالي، ما ينفعش ان انت تروح تجيب حاجه وتصرف عليها وفي الاخر ما تبقاش كويسه معاك او تموت او ما ترميش وزن. نبتدي بقى نقعد جنب الكتاكيت بتاعتنا شويه يا جماعه، نتابع الكتكوت نشوف هل الكتكوت كويس، انتشاره، حيويته، سحبه في الميه، سحبه في العلف، الكلام ده كله. لازم اقعد مع الكتاكيت بتاعتي نص ساعه ساعه اول ما بنزلها، عشان لو في عندي اي مشكله في المكان الكتكوت اللي هيقول لي. يعني لو الكتاكيت لمت على بعض اول ما نزلت، معنى كده ان المكان عندك سائع، يبقى لازم ازود الدفء. لو الكتاكيت بدأت ان هي تبعد عن الدفء بتاع اللمبة وتروح جنب الجدران، معنى كده ان انت مسخن المكان بزيادة واللمبة عاملة حرارة زيادة في المكان، يبقى لازم ان انا اقلل الدفء بتاعي شوية. الحاجة التانية، انا بطمن على الفراخ بتاعتي، اقعد شوية اشوف الكتاكيت وهي بتجري، بتلعب، بتاكل علف، بتاكل مية. ساعة ما الاقي فرخ ما بتحركش مع بقية الكتاكيت، راكن كده مكانه، اقعد عيني على الفرخ ده واتابعه واركز معاه النهارده، واركز معاه كمان بكره باذن الله. ده لو استمر عندي لسه عايش يعني وما ماتش، اتابعه كمان بكره، اتابعه بعده. انا خلاص مركز مع الكتكوت ده ان الكتكوت ده فيه مشكله. ممكن في بعض الاوقات ان الميه بتبقى جوه جسم الكتكوت زياده شويه، لما بيقعد عندك يوم والتاني بيبتدي الميه اللي في جسمه دي تنشف، وخصوصا دي لو الاميه بتاعته كبيره شويه، وتلاقيه بدا يندمج مع الكتاكيت التانيه وبقى زي الفل، ما عندكش اي مشاكل. ممكن تلاقي ان الكتكوت استمر على ما هو عليه يوم والتاني، الكتكوت ده تشيله ده على طول من وسط الفراخ، ما تسيبوش. تمام. لان لو لا قدر الله في اي مشكله زي السالمونيلا، لو جاي في مايكوبلازما، عنده التهاب سره، الحاجات دي يا جماعه بتيجي اصلا من الامايه، بتيجي من المعمل، ممكن يضر لك كل الكتاكيت اللي عندك. يبقى انت اول يوم بتنزل الكتاكيت تقعد قدام الكتاكيت بتاعتك ساعه ولا حاجه، نص ساعه ساعه، تتفرج عليها، شوف الحركه، شوف الحيويه. الحيويه تمام، الحركه تمام، بتاكل، بتشرب، يبقى انا الدنيا عندي تمام، ما عنديش اي مشكله باذن الله. في كتاكيت واقفه كانها متغيره رغم ان الجو عندك حلو والبقيه الكتاكيت بتجري وبتلعب، يبقى ركز مع اللي واقف ده. هسيبه يوم، تاني يوم لقيته زي ما هو، يبقى شيله ارميه على طول. تمام كده. او حتى لو مش هرميه، اخده احطه في حجازه صغيره لوحده بعيد عن بقيه الكتاكيت عشان ما يضرش بقيه الكتاكيت. كده احنا خلصنا الاستقبال. اول يوم قلنا هنعمل ايه مع الكتاكيت، ازاي نجهز المكان قبل ما الكتاكيت تيجي. زي النشاره بتاعتنا لازم تبقى 10 سم، اللمبه بتاعتنا حمراء 200، ما عادش ينفع لمبه 100، ما عادش ينفع لمبه بيضاء، ما عادش الكلام ده. بظبط الدفا بتاعي بشكل كويس، احط محلول معالجه جفاف اول ما الكتاكيت تيجي. يبقى احنا كده خلصنا اول يوم باذن الله. ان شاء الله الفيديو الجاي هنقول هنعمل ايه مع الكتاكيت من اليوم الثاني لحد اليوم الرابع او الخامس، اللي هي فتره علاج الاستقبال. محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.